زيزو في العيد الكبير ان شاء الله رب العالمين. يعني انا خايف اروح اشتري لعبه من المكتبه الاقيها بتقول عايز تغيظه هات له زيزو، بعد الجماعه الزملكاويه ما عملوا لنا زلزال بعد الاعلان بتاع شركه اتصالات رسميا محمد علي بن رمضان. لا 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 لا، محمد علي بن رمضان اتصور وخلص كل الحكايه وخلص كل الروايه. اخويا وحبيبي فرج الزواوي، مساء الفل مساء الجمال عليك. الناس اللي بتتوقع محمد علي بن رمضان مفيش ولا واحد ليه يتوقع ان هي صفقه احمد رمضان بيكهام. اخويا وحبيبي الغالي محمد سعد، يلا يا محمد نام عشان تصحى بدري، عشان عندنا حوار كبير جدا هنخلصه مع بعض بكره. اخويا وحبيبي محمد سعد مساء الفل عليك. اضرب اللايك ودوس على القلب الاحمر كتير جدا عشان نشوف النادي الاهلي هيعلن عن مين بعد شويه. مين محضر كوبايه الشاي وقاعد مع حمدي باظه ويقول لك انا موجود اهوت ومستني النادي الاهلي. بيكهام داخل مننا وعلينا. بيكهام لا 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 لا، هو بنسبه كبيره احمد رمضان بيكهام. حسب المعلومات اللي عندي ان هيتم الاعلان بعد شويه عن احمد رمضان بيكهام اللي اتصور وعمل البرومو الخاص بيه، وهيكون على راس قائمه النادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. طب بن رمضان بكره احتمال كبير جدا الصبح يتم الاعلان عن محمد علي بن رمضان. لكن المعلومات اللي عندي ان الصفقه اللي هيتم الاعلان عنها هي احمد رمضان بيكهام. مش عارف احنا جايبين احمد رمضان بيكهام ليه، انا مش عارف احنا جايبين احمد رمضان بيكهام ليه. يعني نمشي رامي ربيعه ونجيب بيكهام، من بيكهام لرامي ربيعه. يا قلب لا تحزن، يا قلب لا تحزن. اضرب اللايك وصلي على حضره النبي. ممكن يكون بن رمضان بكره. محمد علي احمد رمضان بيكهام النهارده، محمد علي بن رمضان بكره. كمان احمد السيد زيزو هيكون يوم الجمعه او السبت ان شاء الله رب العالمين على اقصى تقدير، على اقصى تقدير. اضرب اللايك وصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول بيكهام بيعرف يخرج بالكوره، ماشي، بس مع انه كان في النادي الاهلي لا شفته بيعرف يخرج بالكوره ولا بيعرف يعمل اي حاجه خالص احمد رمضان بيكهام. ولكن خلاص طالما مجلس اداره النادي الاهلي اختاره، كل الدعم لاحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الاهلي الجديد. سيرتدي رقم 10 يوم الجمعه او الخميس. منذر الاغا زيزو الجمعه هيذبح خروف. يوم الجمعه هنذبح الخروف بتاع احمد السيد زيزو. طيب يا جماعه، رسميا فسخ عقد نجم الزمالك سيدي نضاي. مين فاكر سيدي نضاي اللي ساعه ما جه نادي الزمالك وقلت لك ده عنده اصابه مزمنه وصفقه فاشله؟ رسميا النهارده بيتم فسخ التعاقد مع سيدي نضاي لاعب نادي الزمالك اللي كان بيلعب تحت السن. يبقى اول اخبارنا النهارده هو فسخ التعاقد مع سيدي نضاي المهاجم اللي كان السنغالي اللي كان بيلعب تحت السن. مصيبه، ملف جديد. ايه مصيبه لا يا جماعه، رسميا نادي الزمالك بيفسخ تعاقده مع المهاجم السنغالي سيدي نضاي. قعدوا وجعوا دماغنا وقال لك ده مهاجم خطير، ده مهاجم كبير، ده هيكسر الدنيا. تم فسخ التعاقد معاه رسميا زي ما مشوا المهاجم اللي هو او الجناح اللي هو اسمه ايه بتاع السعوديه ده، والله العظيم نسيت اسمه، كان بيعمل شعره على الجنب كده. يا جماعه حد يفكرنا بيه؟ الاستاذه ايمان مساء الفل. مين فاكر؟ برونو سافيو طبعا فاكرينه. اخويا وحبيب محمد مدرب جديد للزمالك. من متوقع ان يكون عبد الحق بن شيخه؟ لا لا لا، ما اعتقدش ان الزمالك يجيب عبد الحق بن شيخه، ما اعتقدش. في مدرب فرنسي اسمه قلت لكم عليه قبل كده كذا مره، حد يفكرني بيه يا جماعه، ده انا الذاكره عندي صفر. اسمه باتريس بومل تقريبا او فان بومل، المدير الفني الفرنسي اللي كان مساعد لمين يا رب؟ لهيرفي رينالد. ده باتريس بومل. الله ينور عليك يا عم محمود. كده يا عم، صحينا يا عم محمود كده. واضرب اللايك وصلى على حضره النبي. محمد سعد فين ومنذر الاغا فين؟ لا 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 يا عم منذر، لا مالكش حق. باتريس بومل. طيب قلت لك ان تم فسخ التعاقد مع نجم الزمالك محمد علي. ممكن معين الشعباني، اعتقد ان معين الشعباني هيروح النادي المصري البورسعيدي. اعتقد ان معين الشعباني هيكون في نادي المصري البورسعيدي. يا ترى بقى كده النادي الاهلي اعلن عن الصفقه بايه؟ المفروض كمان 5 دقائق او 10 دقائق يعلنوا عن الصفقه اللي هيعلنوا عنها، اللي انا قلت لك بنسبه كبيره جدا هتكون احمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان بنسبه كبيره جدا. بكره هيكون الاعلان عن محمد علي بن رمضان. طيب